أهلا بكم مرة أخرى وطاب مساءكم بكل خير. يستمر لغز مانشستر سيتي وغوارديولا بعد لقاء إيفرتون. حاتم، يعني الفريق الشوط الأول كان مقبول، يعني كان خاصة قبل قبول الهدف الفريق كان مسيطر، كان لديهم فرص كثيرة، وإن كان في الشوط الثاني كانت في ركلة الجزاء والهدف الأول سجله برناردو سيلفا، والفريق ثم حصل على العديد من الفرص. الريتم نوعا ما كان أسرع. الشوط الثاني الفريق نوعا ما في فترة من فترات كان بطيء في التحضير، كان واضح على الفريق نوعا ما مهزوز في الثقة، الفريق خايف لا ياخذ هذا الهدف الثاني وشرحناه على المستوى الخطأ. ثم ركلة الجزاء اللي يعتقد انه كمان استمرار الفريق ضرب جزاء واضحة، يعني واضح انه سافينو كان نشيط في الشوط الثاني وكان جيد على الطرف الايمن وكان قام بالعديد من لكن هالاند انا لا استطيع اللوم، لكن مشكلتي انه هالاند سيء. المشكل ليس في اهدار ركلة الجزاء او في بعض الاحيان انه لاعب يضيع فرصه او اثنين، اما استمرار انه على المستوى اللعب في المباراه لم يكن في المستوى الجيد. اعتقد ان على مستوى التغييرات المدرب تاخر، لكن واضح ان الفريق يعاني. الفريق الشوط الثاني كان رتم بطيء، كثير من اللاعبين خارج التغطيه، خارج الفورمه. السيتي هذا حقيقه، يعني ايفرتون كان قريب منه، لو كان تركيزه اعلى قليلا لسجل الهدف الثاني. اصبح الفريق غير قادر على فرض شخصيته. الاتحاد مباراه كانت سيتي كان الكل يخاف مانشستر سيتي هنا، والسيتي كان لا يضيع النقاط. الفريق اصبح مهزوز الثقه، الفريق اصبح غير قادر على صناعه الفوارق. انا اعتقد انه كذلك جوده لاعبين. أنا اللاعب الذي معنى إيصال الكرة للطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، اللاعب الذي يأخذ المجازفة للمراوغة للتسديد، أصبح الفريق لا يوجد فيه. لو فرقت، وأنا أتمنى أنه يستمر أنه فريق ليفربول كي لا يقول. لو نأخذ فريق ليفربول الآن، صحيح نتكلم على سلوت وأنا مدرب فيه طابع للمدرب في الفريق، هذا أكيد، لكن لما تصل الكرة إلى صلاح أو لدياز، لاعبين قادرين على صناعة الفارق، على المراوغه التسديد، على المراوغه التمرير، على المراوغه اخذ هذه جونز في وسط ميدان، ماكليستر، لاعبين قادرين على صناعه الفارق. هذا معدوم الان في سيتي. يعني صحيح نتكلم على المدرب، صحيح المدرب يتحمل المسؤوليه، اكيد من قام بالانتدابات، من قام بهذا، انا المدرب كما اشدنا بالمدرب في الفترات التي فاز بها الفريق. احنا لما ناتي في الفتره الحاليه نحمل المدرب المسؤوليه، لانه هو الاول، هو المسؤول الاول. لكن اللاعب اللي يصنع الفارق معدوم الان في سيتي، وان كان موجود الكواليتي. لماذا هذا اللاعب اصبح بعيد على المستوى هذا؟ يتحمل مسؤوليته المدرب. لماذا اصبح عديد من اللاعبين خارج التغطيه وغير قادرين على صناعه الفارقه التي تتمثل هذا؟ لما نتكلم على ساكا، ونتكلم في ارسنال، ونتكلم في توتنهام على سون، ونتكلم على سولانكي، ونتكلم على اللاعبين، الان اصبح في سيتي معدوم. انا اعتقد ان مباراه على فكره تعادل يعتبر مباراه نتيجه جيده للسيتي في مباراه اليوم، لأن الفريق حقيقة سيء، وأتمنى أن السيتي يقوم ببعض الانتدابات كي يعود إلى مستواه. اليوم السيتي افتقد الكثير من الأمور، الشراسة الهجومية، القدرة على صناعة الفرص، التهديد الحقيقي للمرمى، بل أن ايفرتون في الكثير من الكرات مرتدة كان يمكن أن ينهي المباراة في أكثر من مناسبة. وده أسلوب شان دايتش يا محمد، قدام أرسنال، قدام تشيلسي، يدافع، يستحوذ قليل، يستنى الأخطاء، يستنى الكرات الثابتة. النهارده لما تشوف النسب الاستحواذ يا كابتن محمد 65%، كم تسديده للسيتي على مرمى بيكفورد؟ 24 تسديده. في الطبيعي لو الامور طبيعيه السيتي بيعرف يكسب، انما الفريق نسي طريق المكسب. الفريق بيلعب بخوف، اللي بيخاف من الخساره يا محمد لا يستحق المكسب. الفريق بيلعب خايف من الخساره وفاقد للثقه وبيلعب بخوف. وما عجبنيش تعامل الفريق وعموما اللاعبين وهالاند بعد احتساب ضربه الجزاء. حوالي يا كابتن محمد اول ما القرار احتسب بتاع ضربه الجزاء قعدوا حوالي دقيقه ونص، دقيقتين ما بين قرار ضربه الجزاء وقرار التسديد بتاع هالاند. ليه بقى؟ لان اللاعبين لم يحموا هالاند، وهو هالاند نفسه ورط نفسه ان هو بيتعامل مع المدافعين بتاع ايفرتون قبل التسديد. في الطبيعي في بعض الاحيان ما تخليش اللي بيسدد او اللي بياخد، حتى شفنا مشاده مع كولمان. أيوه. واخذ طاقه صفراء. أيوه. عاده تكون كره مع لاعب ثم يعطيها هالاند ويعطيها لاعب اخر يسدد. ايوه ده الخبث، هم مفتقدين لكل حاجه. معظم الانديه تقوم بهذه الحركه. ايوه، ما هو اللعيبه بتلعب بدون، بقى لها كذا ماتش يا محمد ما بتكسبش ومشتتين،
اتحسبت ضربه الجزاء هنا في الدقيقه كام؟ 50 و10 ثواني. هتتلعب بعدها بقد ايه؟ تقريبا 52 53، يعني بعدها حوالي دقيقه ونص او دقيقتين. لو عندنا اللقطات اول ما احتسب ضربه الجزاء وتعامل هالاند واول ما حط الكوره، كولمان راح استفزه، هو تعامل مع كولمان خرجه بره تركيزه. ممكن اللعيبه كلها تضيع، بس انا ضيعت ليه؟ اولا هو عاده بزوايا التمرير قبل ما كانت الضربه تسدد كانت جايه الاحصائيه بتاعته واحنا بنتفرج انا وانت، قلت لي ايه ده معظمها في نص المرمى. صح. فبيكفورد طبعا حتى الكره اللي سددها يعني بينها وبين القائم يمكن متر ونص. ايوه مش يعني في زاوية. هي يعني تقريبا بين المنتصف وبين القائم، ليست في الزاويه. ايوه فالراجل حافظه لانه كل دلوقتي بيدرس، انما التعامل نفسه كان تعامل ما حفظوهوش، وهو في نفس الوقت بيتعامل معاه بعض الاحيان بغرور وبكبر. الكره ما تنفعش معاه تتكبر عليها، الكره لازم تنزل تحتيها عشان تديك. هذه لقطه الكلام مع كولمان. ايوه هو كولمان طبعا صاحب خبره. لما اكانجي بيحمي نقطه ضربه الجزاء عشان ما حدش يجي يدوس عليه، عشان ما حدش يعمل ايه ولا عفره ولا بتاع، عشان يبقى عادل معاه. انما هو واخد الكوره، وده طبعا حافظ الزوايا هيشوط فين، لانه عنده الاحصائيات الموجوده هنا. بقى شوف ما تتعاملش انت مع سيبه لانه هو قاصد. كولمان قاصد، هو معروف تركز وما يطلع منك اي تصرف ولا ترد. صح. فعشان كده الحاجات اللي زي دي لو هم في الطبيعي وهم بيكسبوا والامور ماشيه هتبقى الامور طبيعيه، انما غير طبيعي ما حمهوش. في نفس الوقت هو تعامل نوعا ما بغرور او كبر، وبعض الاحيان الكره ما بتمشيش معاك. لاحظ كابتن زوايا ولا كره في زاويه صعبه. يعني معناته معظم الكرات اللي سجل منها غالبا يكون الحارس في زاويه والكره في زاويه. صح. فاعتقد ان الظروف كلها مش في صالح الفريق، وزي ما قلت لك الفريق اللي بيلعب خايف من الخساره ما يستحق المكسب. فالنتائج اثرت على شكل الفريق تماما. وشون دايتش وايفرتون تعامل مثالي، هو ده اسلوب شون دايتش، يسيب الكره ويستحوذ قليل وينظم خطوطه، في نفس الوقت يعتمد على الاخطاء والكرات الثابته والهجمات المرتده، وكان له دور فعال سواء في السيتي النهارده او مباراه ارسنال او مباراه تشيلسي. بالنسبه لفريق ايفرتون كابتن حاتم، الفريق حتى الان يظهر بشكل جيد، هو في المرتبه ال15، لا يسجل كثير من الاهداف، فقط سجل 15 هدفا في 17 مباراه، يعني اقل من الهدف في المباراه الواحده، لكن استقبل 22 هدف، واحد من افضل خطوط الدفاع وافضل خط دفاع في النصف الثاني من الجدول، وقريب على مستوى الارقام من الكثير من الفرق. يعني هو مثلا الاهداف اللي تلقاها اقل 4 اهداف من المركز السادس في الدوري. مع الظروف الذي يمر بها الفريق انا اعتقد نتائجه ممتازه، لانه ابتعد الان تدريجيا يبتعد من مناطق الخطر الى غايه يمكن المستثمر الجديد ان يوفر بعض الظروف الملائمه للفريق، يمكن في هذا في الانتقالات الشتويه وفي الموسم القادم. والان لما ظروف ايفرتون انا اعتقد كذلك انه عدم خوض مباراه ليفربول كانت في صالح الفريق، هي ظروف مناخيه انه لم يلعب مباراه ليفربول، فمن بعد هذه المباراه نتائجه كانت كلها انتصار، ثم هذا التعادل الثالث امام فرق تعتبر على المستوى الفني اعلى منه. وكذلك انه هو لا عيب اليوم ان يدافع بشكل جيد. ما اريد انا من المباراه، ماذا اريد؟ هل اليوم ايفرتون هو فريق سينافس على الدوري؟ لا، هو فريق لديه مشاكل، والفريق كانه يصارع من اجل البقاء. واذا اردت ان تبقى في الدوري الانجليزي الى غايه يمكن ان الفريق يكون يدعم بشكل جيد كي يعود ايفرتون الى مستواه، او لانه نادي كبير، انه الفريق في حاجه ان يشكل دفاع جيد، لانه اول شيء برنتفورد اذا استطاع ان يبقى هذه المده كامله لانه كان دفاعيا جيد، ثم يكون لديه بعض العناصر التي تلعب الكونتر اتاك ويحصل على النتائج الايجابيه امام الفرق التي تكون يعني بين ظفرين كبيره واعلى منه على المستوى الفني. يكون اقصى شيء انه يحقق تعادل. اليوم تعادل من ارسنال، تعادل من تشيلسي، تعادل من سيتي، تعتبر نتائج ايجابيه جدا صحيح. بالنسبه ليفرتون، ثم يحاول ان يناقش مبارياته ثم مبارياته امام الفرق التي في المستوى اقل منه ان يحقق انتصار كما حقق انتصار معناه في المباريات السابقه امام الفرق التي في نفس المستوى. لذلك انا اعتقد انه يسير بخطى جيده نحو تحسين الفريق والحفاظ على الجو العام الايجابي في الفريق، ويتقدم تدريجيا في المراكز الى غايه ان الفريق ان يدعم بشكل افضل ويكون قادر انه يكون فريق متنوعا يلعب في بعض الاحيان باسلوب هجومي. لكن انا اعتقد انه نتائجه جيده، واستغل كذلك ظروف الفرق وخاصه ظروف